نسمع يا نوري. أنا لا أحكي لك عن ميسي، ولا أحكي لك عن رونالدو، ولا أحكي لك عن يامال. أحكي لك ما هو أكبر من ذلك للتاريخ. أحكي لك عن العنصرية، أحكي لك عن العنصرية التي حاربها نيلسون مانديلا لسنوات في الماما أفريقيا، في البرفان في جنوب أفريقيا، وتمت الانتهاء في جنوب أفريقيا بالسلام. بتمنى تنتهي في السودان وتكون البلد خالية من العنصرية يا سادة. كما قال الإمبراطور ذات مرة: يا كاتب التاريخ لا تقلق الصفحات، هنا في العنصرية افتح الصفحات يا ريس. يوم قلت السوداني قال لي جنسية، قال لي قبيلتك ايه؟ انا قلت ناسيها، ممكن تعديها، قال لي مش ممكن علشان ضرورية. انا قلت طيب شوف، انا مش شرقية في شكل جعلية، ابويا فراغي ملامحه زوجية، بتصلي بالعربي دعوات نوبية، قاعد قرصات الشروق، الحان خيالية، مرات ذكروية، مرات فلاتية، مرات برقوية، مرات بنعموية، مرات محاسية. راحت علينا معلش أجناس خرافية، راحت علينا معلش الراي حماسية. نهاية الجول أحلف أقول لا للقبلية لا للشعوية. أنا السودان يا سادة، أنا بلد الأبطال يا سادة، أنا بلد الأمان يا سادة. بالحب بالعشق والغرام، هنا السودان بدون قبلية، بو سودان يسعد جميع